لا أحد يشكك في حبي للمغرب ويعني واعتزازي بمغربيتي. بطبيعة الحال أنا منتوج كرة القدم المغربية كلاعب وكمدرب. التكوين اللي حصلناه هو اللي خلاني اليوم نكون متواجد في هذه المنصة. الأطر المغربية أبدت كفاءتها منذ مدة، ولكن الآن تظهر بقوة نظرا للثقة التي منحتها من طرف المسؤولين لا في المغرب ولا خارج المغرب، وهذا شرف لينا أننا نمثل المغرب في أحسن تمثيل. ثم المسألة الثانية هو لا أحد ممكن أن يشكك في أمانتي، يعني في إخلاصي في عملي. أنا قائد المنتخب الأردني وأبحث عن التتويج في هذه المباراة إن شاء الله. سنواجه المنتخب المغربي لأنه وصل النهائي ويستحق يكون في النهائي. سألعب ضد صديقي وأخي طارق اللي سنتمنى له كل التوفيق. وبالنسبة لي طارق من الناس الأفضل في المغرب كمدرب، وأهم شيء تنتمناه لكرة القدم المغربية في هذه اللحظة هو التتويج بكأس إفريقيا للأمم. يعني احنا بالنسبة لنا مباراة نهائية، لعب النهائي لا يعني شيء إلا الفوز به، وبالتالي المنتخب الأردني لعب نهائي من قبل هنا في الدوحة ولم يفز. احنا مطالبين باش نفوزوا في هذا النهائي ان شاء الله، لانه احنا اكثر حاجه للفوز من المنتخب المغربي. المنتخب المغربي في الاونه الاخيره حقق القاب عالميه وكبيره، واحنا اكثر حاجه للفوز غدا باللقب، لأنه غيعطي نقلة كبيرة لكرة القدم الأردنية، وغادي يعطي قيمة لهذا الجيل من اللاعبين، وممكن كرة القدم الأردنية تبني عليه للمستقبل الأفضل إن شاء الله.